بتعملي فم كده؟ خشي اللي فيلك سندوتش، اصلا انا مش قادره اكمل الاكل. مش انتي بقيتي كويسه برضه ولا ايه؟ الف سلامه عليكي يا ماما. مرات الابن الخبيثة بتعمل مع حماتها اللي ما يجيش في دماغ إبليس. ده الجزء الخامس من أحداث القصة. يا ريت كلنا نصلي على النبي، ويا ريت كلنا نعمل شير، شجعونا على فعل الخير. يلا بينا نبدأ. ايه ده؟ هو مش معاه المفتاح؟ طيب جاي اهو. خفت ليه كده يا حبيبي؟ احمد تعالى اتفضل. زي فضلك يا رب. تعالى شكرا. امال مصطفى فين وخالته فين؟ خالته نايمه جوه. اقعد بس يا احمد اتفضل. طب مصطفى فين؟ مصطفى بس في الشغل وزمانه جاي. زمانه جاي يا احمد. اول ما ده يتاخر كده. غريب. ايه يا احمد؟ ايه هو اللي غريبه؟ اصل انا عرفته ان انا جاي وهو قال لي ان هو هيكون موجود. ده اول مره يتاخر. تحب ارنلك عليه؟ لا خلاص سيبيه براحته، ممكن يكون عنده شغل ولا حاجه. ايه يا احمد؟ هو انت اول مره تشوف الشقه ولا ايه؟ لا ابدا، اصل انا بقالي سنين ما جيتش هنا، وسبحان الله زي اخر مره شفتها فيها بالظبط الشقه. طيب انا هروح اعمل لك حاجه تشربها. وانت ما كنتش بتيجي ليه يا احمد؟ اصل انا كنت مسافر بره مصر وكنت بصفي كل شغلي هناك، فقررت ان انا بقى اجي افتح مشروع هنا في مصر يعني ان شاء الله. ايه ده؟ بره مصر وشغل؟ ربنا يوفقك يا احمد. اتفضل. تسلم ايديك. استاذنك بس تصحي لي خالته، عايز اطمن عليها من بعد ما عملت العمليه. حاضر يا احمد، انت تؤمر عينيا الاتنين. تسلم عيونك. يا حاجة قومي يا حاجة، قومي، ابن اختك جاي زوري. يلا قومي. ايه يا بنتي؟ هو في حد يصحي حد كده؟ معلش يا اختي، هبقى وشوش في ودنك بعد كده. يلا قومي، ابن اختك بره. احمد يا حبيبي يا ابني، انده عليه خليه يجي. ما تندهي عليه يا اختي وانت مالكيش لسان. هو ايه ده؟ احمد يا احمد. ازيك يا حبيبه قلبي؟ وحشاني يا روحي تعالى يا احمد. عامله ايه؟ ازيك يا روح قلبي؟ عامله ايه؟ وحشتيني والله وحشتيني. عامل ايه؟ الحمد لله انا بخير والله. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. صحتك احسن بعد العمليه؟ الحمد لله. متاكده؟ قولي لي يا وليه، انا عارف الحركات دي. حبيبي وحشتني. يلا والله. ممكن لو سمحت كوبايه ميه؟ حاضر يا احمد. بعد اذنك ممكن تاخدي الباب وراكي؟ ماشي حاضر. خد الباب وراكي. هو بيتابعني ولا ايه؟ انا لازم اشوف. نسيت اقول لكم، لو احتجتوا تشربوا الميه جنب السرير، وانا هدخل اشوف ايه اللي ورايا. تمام ماشي. طمنا عليك يا احمد يا حبيبي، شغلك عامل ايه؟ وحياتك عامله ايه؟ يا حبيبه قلبي انا زي الفل والله، وربنا كرمني من وسعه. انا وانا هناك جمعت احلى مبلغ مالي ممكن تشوفيه في حياتك، وجمعت فلوس كتير قوي، وقدرت اجيب الفيلا بتاعتي والعربيه اللي كنت بحلم بيها. ما تخافيش عليا، كله تمام. وعلى فكره كمان في الوقت الحالي قررت اسس شركه هتغير موازين الدنيا دي كلها يا خالتي. ايه ده؟ بيت وعربيه وفيلا؟ ده حلو قوي. ايه كل ده؟ السلام عليكم. مصطفى، عليكم السلام. نورت يا حبيبي. نورك يا حبيبتي. امال فين احمد ابن خالتي؟ ما جاش ولا ايه؟ احمد وماما اهو. ازيك يا حبيب قلبي؟ وحشني والله.
مصطفى عامل ايه؟ وحشني الحمد لله والله. على السلامة يا حبيبي. وحشني أوي حبيبي، والله حبيبي، العظيم. الحمد لله على السلامة. عامل ايه؟ الحمد لله والله، انت لسه زي ما انت اهو يا ابني. وانت كمان زي ما انت والله. انت اخبارك إيه يا حبيبي؟ تمام الحمد لله. اخبارك ايه واخبار شغلك والله ايه؟ بخير والله زي الفل. انت طبعا زي ما تتمشي عشان الدكتور وصاك كده. بالظبط. طب تعال على مهلك على مهلك. تعال على ماشي. نورت الدنيا يا حبيب قلبي. حبيبي ده بنورك يا مصطفى. والله العظيم دايما ماما بتشكر فيك ودايما تفتكر الذكريات اللي كانت ما بيننا وبتحبك جدا كأنك انت اللي ابنها مش انا. دي احلى ايام واحلى ذكريات. بس اقول لك على حاجه، اللي جاي احلى. اللي جاي احلى يا مصطفى. ان شاء الله يا حبيب قلبي. انا تعبت عشانكم كتير وبحبكم قوي اكتر من روحي، ومفيش فرق بينكم انتوا الاتنين. ربنا يخليك لينا يا ست الكل. طب انا هستأذن انا بقى يا مصطفى، ماشي؟ بعد اذنكم يا جماعه. استنى بس يا ابني، هتروح فين؟ هروح الفندق. فندق ايه ده اللي تروحه؟ اصل انا قاعد في فندق كده مستني مهندس الديكور يخلص لي الفيلا بتاعتي اللي انا هستلمها ان شاء الله. وده ينفع يا احمد؟ بيت خالتك موجود وابن خالتك موجود، ما تقول له حاجه يا مصطفى. انا مستغرب والله يا احمد. يعني انت جيت مصر وقاعد في فندق وما اشوفكش غير دلوقتي وكمان عايز تمشي؟ بجد هتزعلني منك. اقعد معانا ونام في اوضتي زي زمان. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، هسيبكم على راحتكم وسيبوني على راحتي. ثواني خليك يا احمد، قوم بس كده معايا يا مصطفى، عاوزاك في كلمه. هتعمل ايه يا حبيبي؟ اعمل ايه في ايه؟ عيب يا مصطفى، الناس تاكل وشنا، لازم تخليه يقعد هنا لحد ما يخلص بيته. يا بنت ده اكتر من اخويا وانت هتوصينا عليه. يا مصطفى امسك فيه، ما يصحش. يا حبيبتي انا فعلا مش هخليه يمشي. انا عارف الاصول كويس، وشكرا برضو للي انت بتنبهيني للاصول. طبعا يا حبيبي لازم انبهك للاصول طبعا. يلا يا احمد. ماما انا نازل انا واحمد. يلا يا مصطفى. هتروحوا فين؟ هنروح الفندق نجيب هدومه وهنرجع على هنا. بجد بجد؟ يا ابني مش هينفع. بطل وجع قلب. يلا بقى قدام، احنا كده كده مش هنتاخر. بقول لك ايه، جهزي السرير بتاع الاوضه التانيه لاحمد وجهزي لنا العشاء عقبال ما نرجع. تمام؟ لا لا لا، العشاء عليا المره دي. يلا يا اخويا. ماشي زي بعض. يلا. ايه نسيت حاجه ولا ايه؟ خدته. انا عاوز اي حاجه؟ خلي بالك من نفسك، ماشي؟ ماشي. عجيب، هي مالها سهتانه كده ليه؟ وبتبصله كده ليه؟ كده نكون وصلنا لنهاية أحداث الجزء الخامس. طلب صغير من كل اخواتي، يا ريت كلنا نصلي على النبي واعملوا شير للجزء ده، وصلوه لأكبر عدد ممكن من الناس، شجعوني أنزل التكملة.